المميز في معرض الإنتاج الجزائري هو المشاركة الواسعة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات. حضور شبابي قوي هنا في جناح الابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سمح للشباب أصحاب المؤسسات الناشئة والأفكار الابتكارية بعرض منتجاتهم. المعرض هذا حالنا باب كبير باش نحن نعطوا منتوجاتنا، باش نعطوا الافكار اللي عندنا، اختراعاتي اللي هو محول رفع جهد الكهربائي، اللي هو يقدم زياده كبيره في جهد البطاريات 12 فولت، نقدروا نوصلوا حتى 600 فولت حتى 1000 فولت. اي نوع تاع بطاريه سواء ليثيوم ولا رصاص ولا اي بطاريه تزيد لها من العمر الافتراضي تاعها. من كانت تعيش 5 سنين 4 سنين تعود تعيش 15 سنة. معرض الإنتاج الجزائري الذي شهد في طبعته 33 مشاركة أزيد من 600 مؤسسة جزائرية في مختلف المجالات، يشكل فضاء استراتيجي لإبراز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية، كونه منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات التي أبدى الزائرون من داخل الوطن وخارجه استحسانهم وإعجابهم بالمستوى الراقي للمنتوج الوطني. جاي زيارة المعرض خصيصا من ليبيا للمعرض، لكن ما كنتش نتوقع أن المعرض بالصورة هذه وبالتنظيم هذا وبالمستوى الراقي اللي فيه المعرض. عنده صبغة خاصة صالوننا من ناحية الشركات، يعني شركات كبرى الحمد لله. الآن استطاع المنتوج الجزائري، نقول الجزائر أصبح عندها منتوج يعني ينافس منتوجات عالمية. جبنا الأولاد معنا بياخذوا يدي نظرة على المنتوج الوطني. الحمد لله رانا نشوفوا فيه بدي تطور يدي ملحوظ، وإن شاء الله يودي من الأحسن للأحسن. هذا وتعد تظاهرة معرض الإنتاج الجزائري دعامة قوية لتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المحلي، كما يعتبر فرصة للشركات والمؤسسات الجزائرية لإبراز مهاراتها ونشاطاتها.